سلام الله عليكم وصباح الخير ومرحبا بكم في نوفيل فيديو نتاع نهار اليوم اللي نتمنى كثيرا انها تعجبكم وتنال رضاكم. انا جبت لكم الوصفه نتاع اليوم هي المحاجب نتاع لا كوكوت، ولا تقدروا تستعملوها ايضا هذه الوصفه للمسمن. انا اول مره نجربها وكانت تجربه مميزه جدا وهايله بالبزاف، لانه اكتشفت هاد الوصفه مؤخرا، وهي عندها بزاف يعني من اللي خرجت، لكن انا حبيت نبارطاجيها معاكم هكذا لتعم الفائده، او ميم طون بعدا نقول لكم تجربتي معها كيفاش كانت والنتيجه اللي حصلت عليها. في البداية قبل ما نبداو الفيديو نتاع نهار اليوم ما نساوش سويا نصلي ونسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسم الله الرحمن الرحيم. في المقلاة نتاعي حطيت 3 حبات نتاع البصل، كنت قطعتهم في الرقيق هكذا، وحطيت القليل من الزيت وخليتها تتقلى قليلا. بعدها رحت قطعت الطماطم نتاعي ايضا صغيره كمربعات صغيره. انا لهنا نحيتها فوق النار باش يعني نعدلكم واش زدت لها. ضفت الملح وفلفل اسود وعاودت رجعتها على النار هكذا. بعد ما دبلت لي البصل نتاعي تماما ضفت لها الطماطم هذه المقطعه في الرقيق يعني كما قلت لكم هكذا، حركتها قليلا وضفت لها صديقي المميز هذا اللي نموت عليه ومعها ايضا فلفل احمر هكذا باش يضاعف لي شويه اللون نتاع، يعني يحسن لي في اللون نتاع لا طوماط نتاعي، باسكو كانت شويه يعني ماهيش حمراء بزاف وما حبيتش نضيف طماطم مصبره. هكا اكتفيت فقط بملعقه نتاع فلفل حمار، رديتهم يتقلاو على نار هادئه حتى يطيبوا لي كلش. ولهنا سميد حطيت 5 كيسان يعني هكا نتاع السميد، وضفت لهم كاس نتاع الفرينه. حركت كلش جيدا مع بعضها كما شفتوني. ولهنا راني حطيت ملعقه كبيره نتاع الملح، لا ملعقة ونصف هكذاك، ولميت العجينة نتاعي بالماء من الحنفية ديريكتومون، درت لها ما سخون ولا شيء آخر. قلت لكم هذه الوصفة أول مرة نستعملها يعني، وكانت النتيجة راح تشوفوها بعينيكم هايلة بالبزاف. بالنسبة للسميد أنا استعملت سميد كنزة وسميد ناعم يعني. طبعا راح نكمل نلمها حتى ترجع عجينة يعني وحدة متماسكة، وبعدها راح ندلكها قليلا وثم بعدها راح نسقيها ديريكتومون، يعني مانيش راح نخليها ترتاح هكذا. قلت لكم حتى نحصل على نتيجة، على عفوا على عجينة متماسكة. اليوم حبيت نهضر لكم على الناس السلبيين في حياتنا كما قلت لكم في العنوان، ولا في الصورة المصغرة حطيت لكم باللي كاينين ناس سلبيين رايحين نقابلوهم في حياتنا، وقد ما نلقاوهم قد ما يمدوا لنا طاقة سلبية. فاصون هادو الناس حتى ولو كان ما همش يعني يعني من بعيد رايحين نلقاوهم يعني حتى من قريب، تلقايها تمدلك غير الحوايج السلبيين، ولا تحب تسمعك عليها غير الحاجة اللي ماشي مليحة. باغ اكزومبل نهار باغ اكزومبل نهار راجلها يجيب لها وردة، ما تقولكش راجلي جاب لي وردة، لكن راجلها نهار يعطيها طريحة وما نبليش انا واش هو تجي تقول لك هنا راجلي وعطاني طريحة وشوفي كيفاه فاصون. فهمتوني؟ راكم فاهميني تخي تخي بيان واش راني حابة نقول لكم. هذا النوع من الناس صدقوني ما يبنيوكمش، يهدموكم، يهدموا النفسية نتاعكم، يخليوكم عايشين في واحد الكبت. سبحان الله. بعد ما طلقت العجينة نتاعي لهنا راني جيت باش بليت هادو لي ساشي تاع الكونجيلاسيون بالماء هكذا باش يقعدوا لي لداخل منديين، وحطيت فيهم العجينة نتاعي. طبعا العجينة نتاعي لهنايا قسمتها الى نصفين، درت منها سما المحجوبة للصباح والعشية، درت لهم بها مسمن فقط هذا ما كان. لهنا حطيتهم في لاكوكوط وغلقت عليهم او ميم طون. بعد من جهه اخرى يعني كنت سخنت الماء حتى قرب يغلى لي يعني، ومن بعد حطيت لاكوكوط نتاعي في الباسينه كما شفتوني، وحطيت والماء ساخن يعني وخليتها. رحت عدلت داري كما نقول لكم، سيقت وفرشت الدنيا، هزيت الفرش تاع الاولاد ودرت كل شيء. ابخي جيت باش نرحي هذيك لافارس نتاعي بهذيك الطريقه
كما شفتوها راح نرحيها باش اولا انا قلت لكم ما تقطعليش العجينه. كنت درت معكم وصفه نتاع المحجوبه من قبل وقلت لكم باللي لافارس كي تعود خشينه بزاف راح تقطع لكم العجينه نتاعكم مهما كانت العجينه مليحه. هكذا بعد ما بعد مرور يعني ساعتين هكداك ولا 3 ساعات، ساعتين ونص هكاك تقريبا، جيت باش نحي العجينه نتاعي. نحيتها من لاكوكوط، حليت لاكوكوط وشوفوا العجينه نتاعي كيفاش جاتني قطنيه رائعه جدا سهله الاستعمال، دديها وين تحبي. شوفوا كيفاش راني نحل فيها بهذه الطريقه. نرجعوا للناس السلبيين اللي في حياتنا. كاينين انواع. النوع الاول هو قلت لكم اللي يضلوا يشكيو، هو النوع الشكاي. ببساطة لأنه علاش؟ كل ما تلقايها كل ما تمدلك يعني طاقة سلبية وتشكي لك همومها. النوعية الثانية وهما اللي يحبوا دايما يديموراليزيوك ويطيحوا لك المورال. شوفي الشي اللي درتيه نتيا سما ماهوش حل، ولا الطريقة اللي راكي عايشة بها ماهيش حل. لازم ديري ولازم ديري ولازم ديري. دونك كل واحد على باله واش راهو يديرو في حياته. فهمتوني؟ كاينين الناس تقول لك نتيا باغ اكزومبل درتي ودرتي ودرتي وفينالمون ما خرجتيش بنتيجه. النتيجه هذه مش نتوما اللي تشوفوها، النتيجه هذه كل واحد هو اللي على باله واش فيها. انتي ولا انت نهار قررتوا حياتكم وديسيديتوها خططتوها ما شاورتوا حتى واحد. دونك كل واحد حر في تصرفاته، حر في حياته. نتوما نهار ديسيديتو باش تبنيو دار ما شاورتو حتى واحد، بنيتوها كما حبيتو. مع انكم لو كان ماشي ناس اللي ممكن يكونوا وقفوا معاكم وعاونوكم كون راكم ما بديتوش خلاص. وكاينين الناس اللي هي الثالثه، النوعيه الثالثه اللي كومباريو اضعف حاجه عندك باضعف حاجه عندهم. ولا باغ اكزومبل كيفاش نتيا عندك وعندك وعندك وانا ما هما ما يقولولكش انتيا عندك يقولوا مع الناس يقولها هي عندها وانا ما عنديش. ولا انا عندي هي ما عندهاش. دايما يشوفوك قل عليهم. شوفوا ركزوا لي سورتو على الناس اللي يشوفوك دايما قل عليهم. هادوك ديما الناس المتكبرين اللي مهما عطاك ربي يشوفوك قل عليهم. هادو الناس بعدا ايفيتيهم لو ماكسيموم، لانه ببساطه ما همش رايحين يبنيوك. هادو حابين على خلاها يعني. هكا يعني بطريقه يعني بطريقه صريحه كما نقولوا. هادو الناس ايفيتيهم عليك من حياتك، ولو حتى كانوا من ذوي القرابه. فانتي ديري روحك بهلوله، اعزكم الله، ديري روحك ما تفهميش يعني دابا بهلوله هكذا باش واش نقول لكم تربحوا دنيا ودين. كيما نقول لكم دنيا واخره. ما تخرجي لهم للعيب، ما تخرجي لهم للمشاكل ولي بروبلام والقطيعه، لانه القطيعه اونطوليكا ماهيش مليحه. قطع الرحم كما نقولوا ربي وصلنا بصله الرحم مش بقطع الارحام، لانه ببساطه مش مليحه مع ربي ولا مع العبد. يعني يكونوا عندك مشاكل كل ما تلقاي هذاك الانسان، كل ما يكونوا عندك دي بروبلام معاه، ومن بعد تبدي تيفيتي باش تلاقايه، وهذه حاجه ماهيش مليحه. اعطيني النوع الرابع، وهو اللي يحب دايما يسمع لك المشاكل، ديما يحب يسمع لك بلي ما كيش عايشه مليح، بلي راكي في الهم ماكلك منسى سكر راسك. هذه النوعيه سبحان الله تلقاوها دايما تحوس لك دايما على مشكل. ما جاتش تسمى كاين مشكل، تعرضت وما جاتش تسمى كاين مشكل. سمعت بيا جيت ما تجيش، تسمى كاين مشكل. على بالكم كاينين الناس مش عايشين في حياتهم لحياتهم ولا لولادهم، عايشين للناس، يعني قاعدين للناس فاصون. ربي بعدهم علينا اجمعين ان شاء الله. لكن انا حبيت نعطيكم اصناف من الناس اللي ما لازمش تقابلهم في حياتك ابدا. هذه هي المحجوبه نتاعنا، وهذا هو ولا هذه هي الهمسه نتاعنا نهار اليوم. راح نتحدثوا على اصناف اخرى ان شاء الله تعالى
كاين بزاف في حياتكم ناس سلبيين كيما هادو، تفسّروهم ربي يهديهم وحنا تاني ربي يهدينا أجمعين إن شاء الله. هذه هي كانت المحجوبة نتاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى كثيرًا أنكم تجربوها، جات هايلة. تحية كبيرة وكبيرة جدًا صاحبة الوصفة، نقول لك نرفع لك القبعة سيدتي الكريمة، راكِ توب. إلى هنا نكون وصلت معكم إلى ختام الفيديو، نتمنى إنه الفيديو تاع اليوم نالت إعجابكم ورضاكم. نلتقيكم في فيديوهات لاحقة بحول الله تعالى وبإذنه. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.